ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، فيديو النهاردة مختلف جدا جدا جدا، ويعتبر أول مرة هعمل الفيديو ده على القناة بتاعتي. بس كنت عايزة أتكلم معاكم في شوية حاجات كتيرة قوي، وخصوصا يعني الناس اللي في سني اللي هم تانية ثانوي، هنمتحن اهو وهنخش تالتة خلاص. كنت عايزة أكلمكم في حاجات كتير قوي، يعني حاسة ان انا عايزة اديكوا الرسالة اللي في قلبي اللي في دماغي بجد، اللي الكلام كل حاجة اللي انا بفكر فيها الايام دي عايزة اعملها لكم في رسالة كده وفي فيديو. وفي نفس الوقت الفيديو ده عبارة عن ايه؟ هفهمكم كل حاجة دلوقتي. الفيديو ده عبارة عن ان انا هنضف الأوضة بتاعتي يعني كلها بقى، هنشيل ملاية السرير ونغيرها، نرتب كل حاجة في الأوضة ونظبط الدنيا كده. وفي نفس الوقت عايزة هعمل لكم طبعا صوت كده يبقى على الفيديو، التنظيفات دي موجودة عادي، بس الصوت بقى هكلمكم على كل حاجة طبعا. هي في دماغي دلوقتي وكل حاجة شغلاني وبفكر فيها دلوقتي. بس قبل ما نبدأ يا جماعة، ما تنسوش طبعا تعملوا لايك او اشتراك في القناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، وتكتبوا كومنت. واول حد هيعمل كومنت على الفيديو ده، يعني الكومنت بتاعه هيظهر في الفيديو اللي بعده. تمام. فيلا بينا بقى نرتب الأوضة بتاعتنا ونظبط الدنيا كده، وفي نفس الوقت برضو هكلمكم على الحاجات اللي أنا بفكر فيها دلوقتي. هكلمكم في حاجات كتير قوي مهمة. أهلا بكم مرة تانية يا جماعة. الحاجات بقى اللي أنا كنت عايزة أكلمكم فيها أو الشعور اللي أنا حاسة بيه دلوقتي وعايزة أوصله ليكوا، يعني عايزة أوصل الشعور بتاعي ده ليكوا كلكم. وهل في حد بيفكر زي كده ولا لأ؟ أنا حقيقي يعني ما حسيتش بوقت من ساعة ما دخلت أولى ثانوي لحد دلوقتي، لحد اليوم اللي أنا باكلمكم فيه دلوقتي ما حسيتش بأي حاجة. يعني باحس إن الأيام كلها بتعدي كلها كده شبه بعضها. الأيام كلها عدت بقى، إذا كانت الأيام دي حلوة أو وحشة، حصل حاجات كويسة أو لأ. حاسة إن الأيام كلها عدت في ثواني كده، الواحد ما عادش بيحس بالأيام. امتى انا دخلت اولى ثانوي وامتى خلاص ما عادش غير كام شهر وهخش تالتة ثانوي. يعني تانية ثانوي دي في النص كده عامله شبه ايه؟ بصوا يا جماعه، ما حسناش بيها. يعني اولى ثانوي انا لسه فاكره اليوم اللي انا كنت داخله فيه اولى ثانوي، وفاكره شعوري، فاكره كل حاجه حصلت. يعني امتى بقى بقيت انا خلاص في تانية ثانوي وخلاص هخلص تانية ثانوي بذكرياتها كلها وبذكريات اولى ويعني بصوا يا جماعة، كل حاجة حصلت كده بجد في منت، يعني بجد الواحد محسش أبدا بالوقت وهو بيجري. عايزة حد بس يفهمني يعني ايه خلاص ما عادش غير كام شهر واخش تالتة ثانوي. وتالتة ثانوي اعتقد كمان ان هي تعدي في ثانية شبه اولى وتانية ثانوي، وخلاص هنخش الكلية وكبرنا بعدنا عن ناس صحابنا. يعني فضلنا مع ناس صحابنا، يعني محدش لسه عارف برضو ايه اللي هيحصل. فبجد الوقت صعب، يعني الوقت بجد صعب جدا. يعني ايه الوقت عدى في ثواني كده يا جماعة؟ بجد الواحد مش قادر يستوعب. الواحد يعني حاسس ان هو كبر فجأة يا جماعة. انتوا متخيلين؟ خلاص اللي هو انا من كام سنة كنت بقول انا لما اخش تالتة ثانوي، اللي هو خلاص ما عادش تالتة ثانوي، فاضل لها غير كام شهر وهخشها. فالواحد مش قادر يستوعب النقطة دي، الواحد مش قادر بجد يستوعب ان هو عليه مسؤولية. اللي هي السنة الجاية الواحد عليه مسؤولية، مفروض يبقى فاهم يعني ايه يشيل مسؤولية. يعني ايه الواحد محتاج ان هو خلاص يفضي كل دماغه من اي حاجة، ويبتدي بقى جديد لسنة جديدة اللي هي تالتة ثانوي، ويركز فيها ويشوف مستقبله ويشوف شغله. بجد الواحد مش قادر يفهم النقطة دي. يعني حاسة مثلا ان احنا كنا في اولى وتانية مثلا، يعني ما كناش بنذاكر قوي، يعني مثلا كنا بنلعب. يعني كنا بنذاكر بس مش قوي، اللي هو مثلا مش مذاكرة تالتة ثانوي، لأ. فبجد الشعور ده ملازمني. يعني ايه انا، يعني ايه المفروض ان انا اشيل مسؤولية تالتة ثانوي، اشيل مسؤولية نفسي. اصل محدش هيجي يذاكر لي، ولا حد هيجي يقول لي ذاكري او ما تذاكريش. يعني مثلا المفروض احنا نبقى شايلين مسؤولية نفسنا قوي. يعني بجد مش شهر ولا شهرين، لا ده سنة كاملة يا جماعة، اللي هي تالتة ثانوي كاملة. فبجد الواحد مش قادر يستوعب الفكرة دي بجد. يعني ايه الواحد كبر فجأة كده يا جماعة، والوقت عدى في ثانية بجد. يعني انا فاكرة ايام تالتة اعدادي، وانا كنت بقول انا مستحيل تالتة اعدادي دي توحشني، انا مش عارفة ايه. بجد يعني الواحد فاكر بجد الكلام اللي هو كان بيقوله، وفاكره هو كان بيقول مع مين. فجأة كده دخلنا اولى ثانوي وخلصت، تانية ثانوي بتخلص اهي وهنخش تالتة ثانوي. يعني تانية ثانوي بقى خلصت بذكرياتها بجد يا جماعة، مع كل حاجة حلوة وحشة، كل حاجة خلصت
خلصت بجد، فالواحد مش قادر يستوعب النقطة دي. يعني بجد يعني الفترة اللي جاية يا جماعة محتاجة حد يكون قوي نفسيًا حرفيًا يعني، محتاجة حد واعي جدًا ومدرك لفكرة إن أنت تقدر تشيل مسؤولية نفسك سنة كاملة. يعني مثلًا إحنا لما نكون تعبانين في أولى تانية ثانوي هنقول خلاص مش هنذاكر النهارده، خلاص مش عارفة إيه، ولكن بجد يعني الوقت كان بيعدي في ثواني. نفس الفكرة بقى هنا في تالتة ثانوي، أنا لما أقول مثلًا أنا تعبانة النهارده، أنا تعبانة بكرة، أنا تعبانة بعده، أنا مش هاعرف أذاكر كده. وحقيقي يعني الوقت بيفرق والثانية بتفرق في ثانوية عامة بجد. يعني حقيقي الواحد محتاج يقعد مع نفسه قعدة كده، يجيب حاجة سخنة يشربها ويفكر نفسه بكل حاجة المفروض تتعمل، يفكر نفسه بإن هو خلاص دخل مرحلة أكبر من اللي فاتوا، خلاص يعني كل حاجة فاتت دلوقتي، أولى ثانوي فاتت، تالتة إعدادي فاتت، تانية ثانوي فاتت، كل السنين دي فاتت ودخلنا خلاص لآخر سنة في المدرسة اللي هو تالتة ثانوي. يعني محتاجة بجد حد فاهم وحد واعي ومدرك للمسؤولية دي. ويعني بجد يا جماعة الشعور ده ملازمني، يعني أنا ساعات أقعد مع نفسي كده أفكر أنا إمتى الوقت عدى بيا في ثانية كده، أنا إمتى يعني إمتى كل ده حصل بجد، يعني إمتى خلاص أنا هخلص تانية ثانوي، اللي هو أنا لسه فاكرة أيام ما كنت لسه داخلة أقدم في المدرسة بقى الأولى ثانوي ومش عارفة إيه والكلام ده، بجد يعني فاكرة. فمش عارفة الوقت ده جري إمتى بجد، وخلاص تانية بتخلص ما عادش غير كام شهر، خلاص ما عادش غير شهر وهنمتحن سنة تانية، الأجازة هوبا خلصت، تالتة ثانوي هوبا خلصت، دخلنا الجامعة. بجد يا جماعة إمتى كل ده حصل؟ فالواحد مش قادر يستوعب. يعني مثلا أنا عايزة حد يكتب لي في الكومنتات، هو انتوا بتحسوا بنفس الشعور اللي أنا حاساه ده ولا لأ؟ بجد يعني مش عارفة هو ملازمني أنا ولا لأ، يعني أنا لوحدي ولا لأ. بجد الفكرة دي صعبة عليا إن أنا أتقبلها، لأن بجد يعني أنا عمري ما خدت سنة جد زي مثلا تالتة ثانوي زي ما هاخدها يعني مثلا ايه هفهمكوا، أنا كنت بذاكر، ولكن اليوم اللي أنا تعبانة فيه أنا مش هذاكر فيه، أنا ممكن أفوت يوم كده ما ذاكرش فيه، ممكن أفوت يومين ما ذاكرش فيهم غير حاجات بسيطة. فالواحد مش قادر يستوعب إن لازما تشيل مسؤولية نفسك كمذاكرة كدروس مش عارفة ايه، تصفي ذهنك من كل حاجة، ترمي كل حاجة على جنب وتفوق للسنة اللي انت داخل فيها عشان ربنا يوفقك وربنا يديك على قد تعبك في السنة دي. بجد يعني بحسها فكرة صعبة التقبل بجد يعني. فالواحد مش عارفة، أنا حاسة إن ده شعوري من جوايا. أنا ساعات زي ما أنا قُلت لكم باقعد مع نفسي كده وأفكّر نفسي بكل حاجة، يعني القعدة مع نفسك بجد يعني هتفهّمك الواقع اللي أنت عايشه، هتفهّمك يعني الحاجة اللي أنت خلاص هتعيشها كمان كام شهر. يعني بجد يعني الواحد على طول الشعور ده ملازمه، بجد أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا ساعات أخاف بجد، يعني اللي هو أنا هاشيل مسؤولية نفسي سنة كاملة كمذاكرة، مش هينفع أقول مثلًا أنا تعبانة النهارده مش هاذاكر، أنا مش عارفة إيه، فأنا تعبانة النهارده من الدروس فمش هاروح الدرس ده، مش هينفع، يعني الكلام ده مش هينفع بجد. يعني نرمي كل الدلع اللي إحنا كنا بندلعه بجد يا جماعة في السنين اللي فاتت وخلاص هنفوق لسنة كبيرة، سنة محتاجة حد واعي ومدرك، واعي ومدرك، أنت واعي ومدرك وعارف إيه اللي هيحصل وإيه اللي بيحصل، فأنت هتخش مستريح وهتكون مرستق دماغك على كل حاجة وهتعرف تتعامل بجد. محتاجين مثلًا إن إحنا نخطط ليومنا، محتاجين إن إحنا نضبط كل حاجة على قد ما نقدر، بالذات نفسيتنا محتاجة يعني تتضبط وكده. محتاج إن أنت تقوي علاقتك مع ربنا أكتر، يعني مثلًا بجد يعني تلتزم في كل حاجة أنت منقطع فيها. يعني بجد حاسة إن السنة دي ممكن تكون ضغط، وفي نفس الوقت يعني سنة المفروض نستمتع بيها، لإن خلاص هو آخر سنة في ثانوية عامة كلها آخر سنة، خلاص خلّصنا الدروس، خلّصنا المدارس، هنخش بقى للجامعة، فإحنا المفروض نستوعب الفكرة دي وندركها كويس ونفهمها، نفهم إن إحنا المفروض نكون واعيين ومدركين، عارفين مسؤولية نفسنا كويس، عارفين إحنا هنعمل إيه، عارفين نرستق دماغنا كده يا جماعة علشان ما نتوهش في النُص كده، في نُص السنة ما نتوهش من بعض كده. فبجد يعني
ربنا يعيننا وربنا يعين كل واحد في ثانوية عامة بجد يا جماعة، لإن بجد الواحد مرعوب من الفكرة دي وكده. بجد حسيت إن أنا محتاجة إن أنا أفهّمكم أو أوصّل لكم الشعور اللي أنا حاسة بيه، لإن يعني أنا مش باحب أتكلم كتير عن شعوري، مش باحب أتكلم مع أي حد، فالصراحة حبيت إن أنا أتكلم معاكم أنتم وأفهّمكم وجهة نظري من السنة دي، أفهّمكم الشعور اللي أنا حاسة بيه، أفهّمكم كل حاجة يعني بتطاردني بجد. الفكرة دي مش سايبة دماغي من ساعة ما خلاص عرفت إن إحنا قرّبنا نمتحن وكل حاجة بتخلص، فالفكرة دي مش سايباني. فبجد يعني ربنا يعيننا وربنا يقوينا كده على السنة دي ويقوينا في كل سنة بجد، والمفروض إن إحنا يعني بجد نشتغل بجد يعني يا جماعة ونضبط نفسنا كده. ما تفكروش طبعًا يا جماعة إن أنا هانساكم بقى في تالتة ثانوي ومش عارفة إيه والكلام ده، لأ، إحنا إن شاء الله هنكون مع بعض، بنشجع بعض، بنقول لبعض كل حاجة، أي معلومة استفدناها هنقول لبعض. إذا كان أنا بقى هاصور لكم فيديوهات أو أنتم تكتبوا لي في الكومنتات، نساعد بعض كده وهنكون إن شاء الله يعني في مكان أحسن من اللي إحنا فيه دلوقتي. ويعني هنحاول إن إحنا نضبط نفسنا، هنحاول إن إحنا إن شاء الله يعني. أنا مش عارفة ليه باخطط من دلوقتي، ولكن أنا باحاول إن أنا أوصّل لكم بس الشعور مش أكتر اللي أنا حاسة بيه، وهنضبط نفسنا بقى يا جماعة وكل حاجة إن شاء الله هتكون خير. بس ده هتكون نهاية الفيديو يا جماعة، طبعًا بعد ما روّقت الأوضة بتاعتي كلها. يالّا متنسوش الاشتراك في القناة ولايك. سلام.